علامات ليلة القدر ورد كثير من العلامات، أصحها أن الشمس تخرج بلا شعاع لا تؤذي العين عند أول خروج صبيحة ليلة القدر. صبيحة ليلة القدر أي بعد انتهاء ليلة القدر، بعد انتهاء ليلة القدر تخرج الشمس بلا شعاع، بمعنى آخر تنظر إليها كبياض اللبن لا تؤذي. هذا ما ورد في الصحيح. أما العلامات أثناء ليلة القدر فلا أعلم هناك صحة، لكن ورد كالإمام مالك وغيره، بل ورد عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يقولون أن من علامات ليلة القدر أن لا تسمع نباح الكلاب، أن لا ترى بها الرياح، أن تكون السماء صافية، أنها لا ترى غيما، ترى النجوم، وبها نسيم بارد، وبها ماذا؟ نسيم أي هواء عليل، لأن من نفحات الرحمة. واضح؟ فمن هذه العلامات أدرجها، ومنهم من قال تسمع صياح الديك، كثيرا ما تسمع صياح الديك لأن الملائكة تنزل، وكذا الملائكة تنزل في كل أقطار الأرض. فهذا بعض العلامات، لكن لم يرد بها حديثا إلا أنه ورد عن السلف رحمهم الله في هذه العلامات. لكن لو جئنا للسنة، النبي عليه الصلاة والسلام حصر بداية ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حصر في الأيام الفردية كليلة 21 و23 و25 و27 و29، حصر في هذه الأيام. ثم بعد ذلك حصرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما فوق ال25 عليه الصلاة والسلام، أي ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. فكان هذا الحصر النبي صلى الله عليه وسلم تارة 10، تارة في الليالي الفردية، تارة ليلة ما فوق 25. وهذا دلالة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر كأني أسجد على طين. جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت أني ليلة القدر كأني أسجد على طين. فراوي الحديث قال فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيام الليل في ليلة ماطرة في ليلة 23. هذا الدلال على أن ليلة القدر جاءت في ليلة ماذا؟ 23. هذه مسألة الآن، دعها الآن، نأتي للتفصيل. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ابن عباس أيضا قبل هذا كان يقول أقسم بالله أن ليلة القدر في ليلة 27، يقسم على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عندنا الآن عدة مواضيع في التفصيل. بداية النبي صلى الله عليه وسلم حصر في العشر الأواخر، ثم ضيق جعلها في الليلة الفردية، ثم ضيق جعلها فيما فوق 25، ثم صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنها كانت في ليلة 23، ثم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أقسم أنها في ليلة 27. إذن كيف نربط في هذه الآثار كلها؟ قال أهل العلم رحمهم الله أن ليلة القدر تتنقل. أن ليلة القدر ماذا تتنقل؟ يعني مثلا فرضا في سنة 2021 ليلة 21، 2001 ليلة 23، 2004 مثلا في ليلة 25. فقال أهل العلم رحمه الله الجمع في هذه الآثار التي وردت عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الأسانيد أن ليلة القدر تتنقل ولا تحصر في ليلة. وهذا للأسف خطأ عند الناس، أنهم يحيون في العشر الأواخر فقط ليلة القدر، أي ألا وهي 27، يظنون أن ليلة القدر فقط في ليلة 27، ويأخذون من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه خلاص إذن هي ليلة 27، ولا يتحرون باقي الأيام. فلو كانت ليلة 27 هي ليلة القدر لما تحراها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ولما جعلها في الليلة الفردية لمن مرض، ولما جعلها لمن عجز عن مرض كما قال صلى الله عليه وسلم فليلتمسها بعد 25. إذن من أراد أن يلتمس ليلة القدر فعليه أن يجتهد في العشر الأواخر من قيام شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن ندركه وإياكم. والراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أن ليلة القدر تتنقل كما أن رمضان يتنقل. بمعنى آخر، مثلا في العام الماضي أو ما أدري أي يوم مثلا صمنا الاثنين، مثلا في العام هذا ربما نصوم الثلاثاء، في العام الذي بعده ربما نصوم الأربعاء. هذا الانتقال في بداية الصيام كذلك الانتقال في ليلة القدر. واضح؟ لهذا ليلة القدر أمرها إلى الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليخبر الصحابة عن ليلة القدر، فقال عليه الصلاة والسلام خرجت لأخبركم عن ليلة القدر فإذ برجلين يتقاتلان، فقال عليه الصلاة والسلام بعدها فرفعت. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سيخبر الصحابة أن الليلة ليلة القدر بسبب تخاصم. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج المسجد يريد أن يخبر الصحابة أن هذه الليلة ليلة القدر، وحي من ربه. فلما خرج صلى الله عليه وسلم لإخبار الصحابة وإذ يرى رجلين يتقاتلان فرفع الله عز وجل ليلة القدر. واضح؟ إذن هذا يترتب عليه أن ليلة القدر أمرها إلى الله،
من الذي رفعها؟ رب العباد. بما أن أمرها إلى الله عز وجل دل على أن الله عز وجل يضعها متى يشاء في الليل في العشر الأواخر. أما تخصيص ليلة فهذا يعني فيه نظر، والله تعالى أعز وأعلم وأجل.